وأما الآن فليتفضل الرسام سليم عاصي الفنان الفلسطيني المقاوم ليفصح لنا عن لوحته التي رسمها خلال هذه الجلسات. السلام عليكم. أنا الأسير. هذه حياة الأسير. كيف للأسير أن يبدع، كيف للأسير أن يعيش، كيف للأسير أن يحيا بكرامة بين ذويه وأمه وأبيه. قد تتفاجؤون أن هذه اللوحة ليست مفهومة، بل هي حياة الأسير، بائسة، ظالمة، قاتمة، مظلمة. هذه حياة الأسير، كلها سواد، كلها ظلمة، كلها ظلام، كلها عذاب. هذه باختصار حياة الأسير، وكل ما يتمناه هو الحرية. ولذلك فلنكسر القيد ونخلع الثوب خنساء فلسطين ام ناصر ابو حميد هي ام ل5 أسرى ل6 أسرى و5 منهم مؤبد. هي ام لشهيد بيتها هدم 5 مرات، آخر مرة كان في الأسبوع الماضي. هذه الأم الصابرة، هذه نموذج وأيقونة فلسطينية، فلتحيا كل الأمهات الماجدات والفلسطينيات، أمهات الأسرى والشهداء والجرحى. هذه أم ناصر أبو حميد، هؤلاء هم أولادها ال6 من مختلف الألوان، من مختلف الطيف الفلسطيني، ففيه أبنائها في كل فصائل الثورة الفلسطينية. وهذا ابنها الشهيد. إلى لقاء ربه. فلتنعم بالحرية وليأتي حمام السلام في المفتاح والفرج إلى كل أمهاتنا محررين أغصانا. وبارك الله بكم. شكرا لكم.